مرحلة العقل ومرحلة الغريزة ها هي أمام مرحلة الروح والعقل والغريزة. لما نتكلم عن مرحلة الروح، ماذا يقصد بمرحلة الروح تحديدا في الحضارة الإسلامية؟ مرحلة الروح يقصد بها من منذ بداية عهد، يعني شو نقول عليها، يعني منذ بداية بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، البعثة من البعثة النبوية حتى ماذا؟ حتى نهاية الخلافة الراشدة. هذه المرحلة مرحلة الروح، الخلافة الراشدة. وش معناها كلمة الروح؟ نعلم وش معناها كلمة الروح؟ ما معنى كلمة الروح؟ كلمة الروح يعني تعني الفكرة الدافعة، الدافع وراء التغيير، الدافع وراء كذا، الدافع وراء كذا. هي تلك الدوافع